أهلا بيكم. فيلم ليا بنفسج، واحد من أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. الفيلم من إنتاج 1993 وإخراج رضوان الكاشف. وبصراحة أنا شخصيا مش عارف الفيلم ده دخل ضمن القايمة كأفضل 100 فيلم إزاي. الفيلم بيفتقد أهم عنصر وهو القصة أو الحبكة الدرامية. يعني مفيش قصة ومفيش حبكة، وحتى التصوير مش مميز ولا كادرات مختلفة تميز الفيلم. ولكن هنكمل تلخيص الفيلم. بيبدأ الفيلم بأحمد واللي بيرجع بعد غياب وفي إيده شنطة، وبتحضنه عمته، وبيشوف صحابه سيد وعباس وهما نايمين في الأوضة. وبعدها بنشوف عمته وهي راجعة من شغلها على عربية لحمة الراس، وبتكون تعبانة جدا، وبتموت عمة أحمد. وبالليل بيروح سيد وعباس للخمارة، وبيشوفوا مسعود جارهم اللي لسه خارج من السجن، وبيعرفوه إن أم أحمد ماتت، وبيحزنوا كلهم عليها. وبيجهز سيد وعباس العزا وبيكونوا سكرانين، واحمد بيكون متضايق منهم، خصوصا انه عرف انهم جايبين الشيخ تحت التهديد ومن غير فلوس. وبيقوم المعزيين ينقلوا الكراسي بتاعتهم من القهوة لقدام بيت احمد، لان الشيخ رفض يقرا قصاد القهوة. ولما بيدخلوا على احمد بيلاقوه زعلان، ولما بيشوفهم بيتخانق معاهم على اللي عملوه في العزا، وبيديهم احمد الديك الرومي اللي كانوا سارقينه قبل كده، وبيطردهم من الأوضة. وبيروحوا يباتوا عند صاحبهم في فرقة زفة الأفراح واسمه عيد. وبيفتكر أحمد لما كان شغال بارمان وشاف مريم في حفلة وهي بترقص، وبيفضل مراقبها لحد ما بتروح أوضتها. وحتى في بيته بيكون حاطط صورتها جنب سريره، وبيكون متعلق بيها قوي. وبنتعرف على سعاد جارتهم اللي جايبة أكل لأحمد تاني يوم عشان ياكل قبل ما هي تروح شغلها. وبيكون أحمد قاعد مع عم حسني موظف السينما، واللي بيحاول يقنعه إنه يسيب الشغل الحرام ويشوف شغل تاني. وبيقعد أحمد مع أصحابه على القهوة، واللي بيكونوا برضه بيحاولوا يقنعوه إنه يسيب الشغل الشمال ويجي يشتغل معاهم في الأفراح. وفي شغل سعاد بيكون مديرها بيحاول يتحرش بيها، بس هي بتعرف تخلع منه، وبتحاول تهديها زميلتها في الشغل. ولما بتخرج من شغلها بيكون سيد مستنيها قدام الشغل، وبيراقبها لأنه بيحبها في السر. وبنروح لسيد اللي بيكون شغال الصبح في معمل بيختبروا فيه أدوية على الحيوانات، وبيسرق الأرانب من مكان شغله. أما عباس فبيكون الناس اللي سرق منهم الديك الرومي قبل كده واقفين مستنيين وقدام البيت مع مخبر من المنطقة. وبيفضل سيد وعباس يغلوشوا على الموضوع عشان يخلعوا من السرقة، وبينقذهم أحمد من الموقف ده. وبيدي عيد مفتاح شقته لسيد عشان يروح يجيب الديك المسروق من الشقة. وبالليل بيروح عباس يضرب جاره لأنه هو اللي بلغ عنه. والصبح بيكون عيد فرحان إن أحمد هيبتدي يشغل عربية عمته ويبيع عليها لحمة راس. بس أحمد بيقول لهم إن هو في الشغل ده مؤقتا لأنه مستني صاحبهم واللي اسمه علي عشان وعده يجيب له شغل تاني. وبتتزوق سعاد عشان تروح لأحمد عند عربية شغله، وبتكون جايباله هدية، ومعاها ورقة جوه الأكل مكتوب فيها بحبك. وفي شغل سيد، لما سيد بيسأل الدكتورة إنه عايز يشتري الأرانب بتاعة التجارب عشان يبيعها في منطقته، بتتخانق معاه الدكتورة لأن حيوانات المعمل حيوانات تجارب وخطيرة جدا للأكل، فبتهدده إنها هترفده من الشغل. وبالليل بيقعد الصحاب كلهم في الخمارة مع مسعود اللي بيكون خايف على ابنه لأنه عيان وقرب يموت، وبيقنعوه إنه لو أخد منهم الكلب الصغير اللي معاهم إن ابنه هيعيش ومش هيموت. ولما بيخرجوا بيلاقوا الحمار بتاع مسعود اتسرق. وبيرجع أحمد لبيته، بس بيشوف سعاد في البلكونة، وبيشاور لها عشان تطلع له فوق السطوح، وبيدخلوا في علاقة مع بعض. والصبح بيروحوا الصحاب يرجعوا الحمار بتاع مسعود من الناس اللي سرقوه، وهناك بيشوف أحمد نادية، واللي بتروح لأحمد تاني يوم لمكان شغله لأنه عجبها. وبالليل بيكون سيد وعباس بيتخانقوا عشان سيد مش عايز يشتغل معاهم في الفرقة، لأنه متضايق إن العريس اللي في الفرح كان صاحبه وحاله اتعدل، وبقى معاه فلوس عشان يعرف يتجوز وهو لسه. وبيزف الفرقة العريس، وفي نص الفرح بيسيبهم أحمد وبيرجع أوضته. وبيتفاجئ بسعاد داخل عليه الأوضة، وبيقول لها لو حد اتقدم لها اقبليه، لأنه مش هيعرف يتجوزها. فبتسيبه وتمشي وترجع لبيتها. والصبح بيتخانق سيد وعباس تاني، لأن سيد لف من ورا عباس وخد شغل أحمد بداله. وبتيجي نادية تسأل على أحمد ومش بتلاقيه. وبالليل بيرجع أحمد البيت وبيلاقي الباب مكسور ونادية مستنياهم جوه. ولما بيطردها من البيت بيحاولوا الصحاب يتوسطوا لأحمد إنه يسيبها لغاية الصبح نايمة في الأوضة.
فبيوافق أحمد وبيسيب لها الأوضة وبيخرجوا. ولما بيناموا بيتهجم عليها عباس، بس أحمد بيدخل ويلحقها وبيربطهم كلهم عشان يناموا جنبه للصبح بره الأوضة. وبيقرر عباس إنه يتجوز نادية، وبتيجي سعاد تتخانق مع نادية عشان عارفة إنه عينها على أحمد وواخدة عباس حجة. ولما بتقابل أحمد بتقول له إن نادية اتجوزت عباس عشان بس تبقى جنبه، فبيضربها أحمد لأن عباس ده يبقى صاحب عمره. وبالليل بياخد أحمد العروسة يوصلها لعباس، ونادية بتكون عينها على أحمد طول الفرح. وفي نص الفرح بيوصل صاحبهم الغني اللي اسمه علي، واللي بيكون حلمهم كلهم إن هو اللي هينقذهم من الفقر. وبيروحوا يسهروا كلهم على مركب في النيل. ولما بيرجعوا بيلاقوا فواز اللي كان بيحب نادية زمان مستنيهم بمطوة في قلب الشارع، عشان نادية سابته وراحت اتجوزت عباس. وبالليل بيقعد علي مع أحمد على النيل وبيقول له على إنه سرق ناس كبار في البلد، وعايز أحمد يعمل له غسيل أموال للفلوس دي، وبيسيب له عنوانه عشان يجيله تاني يوم. والصبح بيكون عباس بيقول لنادية إن أحمد ناوي يشتغل مع علي ويسيب الحارة خالص، فبتتخض نادية لأن جواها هي بتحب أحمد. في الوقت اللي بيكون سيد بيراقبهم وكله غل وحقد لأنه مش عارف يتجوز زي عباس، وبيقطع هدومهم اللي موجودة على الحبل من الغل اللي جوه. وتاني يوم بيتفاجئوا إن ابن مسعود مات، وبيروح سيد لبيت سعاد وبيحاول يفرحها بهدية جايبها لها. ولما بيحاول يبوسها بتقاومه وبتطرده بره البيت. وبتروح نادية لفواز عشان يبعد عنها هي وعباس، ولما بتديله فلوس بيرفض ياخد منها أي حاجة. ولما بيروح أحمد يشوف عباس بتحاول نادية تبوسه، فبيصدها أحمد وبيقول لها إنها تبقى زي مرات أخوه. فبتتجنن نادية أكتر وبتولع، لأنها كانت فاكرة بجوازها من عباس هتوصل لأحمد. وبالليل بتحاول نادية تقنع عباس إنه يسرق العربية ويهربوا من الحارة، وبتوقع نادية بين عباس وبين أحمد. فبيضربها عباس لأنه عمره ما يشك في صاحب عمره. بس الصبح بيقفش سيد عباس وهو بيسرق عربية الشغل، وبيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض. ولما بيوصل أحمد وبيفصل ما بينهم، سيد بيقول له على اللي ناويه عباس. فبيقول لهم عباس إنه عايز يسيب الحارة عشان كلهم عينهم على مراته، فبيرميه أحمد هو ومراته بره البيت. وبتروح سعاد لأحمد وبتطلب منه إنه يتجوزها، بس أحمد ما بيرضاش. في الوقت ده بيسمعهم سيد. وبالليل بتكون سعاد سابت الحارة ومشيت، فبيتخانق سيد معاه عشان هو السبب، وبيولع أحمد في عربية الأكل وبيسيب لهم الحارة وبيمشي. وبيروح أحمد لعنوان علي، واللي بيكون قافل على نفسه وخايف من الناس اللي سرقهم. والصبح لما بيروح سيد يخبط على عيد بيرفض عيد يفتح له عشان هو السبب إن أحمد ساب الحارة ومشي. ولما بيروح للخمارة بيلاقي عباس قاعد وبيغسل الأرض، وبيعرف منه إن نادية سابته وطلقها ورجعت لفواز اللي كانت بتحبه قبل كده. فبيحضنوا بعض وبيمشوا من المكان، وبيرجعوا على البيت عشان يوضبوه مرة تانية ويناموا فيه. وبعدها بيوصل أحمد للحارة شايل علي وهو غرقان في دمه لأن اللي سرقهم قبل كده قتلوه. وبيكون علي بيموت في البيت اللي هو نفس المكان اللي بدأ منه ووسط أصحابه. وبيموت علي وهو في وسطهم، وبيرجع تاني يشتغل الأصحاب كلهم في فرقة الزفة. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، وقول لنا في التعليقات هل شايف الفيلم يستحق يبقى ضمن أفضل 100 فيلم ولا لأ. سلام.